السلام عليكم أحبتي الكرام متابعي مستر فلاح، أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة الجوية الخاصة بتطورات الطقس بلادنا إن شاء الله. إذن الساعة تشير ما قارب 10 ليلا، والأجواء تبدو مستقرة ببلادنا مع سيطرة المرتفع الأزوري الإبن، نسميه الإبن بحيث أن لا فالور ديالو 1023 هكتو باسكال، والأب ديالو طالع هنا إلى غرب أوروبا. هذا فقط كتحليل للضغط الجوي، بحيث أنه هو كيتمركز حاليا فوق المملكة المتحدة ببريطانيا. متابعينا الكرام، إذن كيتمدد مع الابن ديالو هنا في جزر الكناري، وبالتالي الجو مستقر ببلادنا، ومع دي فالور دو بريسيون مع دخول غدا إن شاء الله غيهبطوا لي فالور دو بريسيون. بالتالي غيكون احتمال اضطراب إن شاء الله صغير جدا، غيعطي تساقطات من ضعيفة إلى معتدلة حسب النموذج الأوروبي فعلا، وحسب النموذج المغربي غيعطيها معتدلة جدا كما تلاحظون. هنا بعد قليل غنوريكم النموذج المغربي في خارطة اليقظة، ولكن بالنسبة للنموذج الأوروبي عطيها شمالا، شمال غربي للبلاد، هنا في كل من سيدي سليمان، شمال سيدي سليمان، يعني الضفة ما بين العرائش والرباط، يعني في قنيطرة، باب برد، حسيمة، شوية قطرات في الناظور، يعني التساقطات ضعيفة شيئا ما. وأيضا غيتحركوا إن شاء الله إلى أطلس المتوسط، وشوية في سيس جنوب تازة، أيضا في مرتفعات الأطلس الكبير إن شاء الله، أيضا شوية في الجديدة تساقطات ضعيفة. صراحة للأمانة احتمال يكونوا معتدلة هنا فاش كيكون الزرق مفتوح أكثر. هنايا مثلا نقدروا نقولوا فين بالضبط، دبدو، في دبدو احتمال تكون معتدلة إن شاء الله، وأيضا في نواحي إفران ان شاء الله. وايضا كاين بعض القطارات في بنقري، سيدي بنور، ولاد فريج، الجديده، الوالديه، بعض القطارات ايضا في الصويره، ميس ولاد الحاج. نحن في الخميس مساء متابعينا الكرام، ايضا في مرتفعات الاطلس الكبير استمرار بعض التساقطات الثلجيه الضعيفه، وايضا قطارات مطريه ضعيفه، وايضا في شرق البلاد ان شاء الله. بالنسبه ليلة الجمعة استمرار تساقطات في سيس تازة ضعيفة، تساقطات ضعيفة إن شاء الله، بني ملال، بن قرير، بينما يراها النموذج المغربي معتدلة واحتمال تكون قوية في بعض المناطق. سنرى مصدر تفاؤل هذا النموذج المغربي، غنوريكم خريطة اليقظة. إذن الجمعة إن شاء الله أجواء مستقرة إن شاء الله، مع تساقطات نقدروا نقولوا ضعيفة في على أم الربيع هنا في جنوب سطات. على العموم يعني الأجواء بين الاستقرار والاضطراب دائما كما أقول لكم متابعينا الكرام. إذا بالنسبة للجمعة مساء بعد الزوال أجواء مستقرة تماما في جل مناطق البلاد. السبت ليلة السبت الأجواء أيضا مستقرة. الأحد أيضا أجواء مستقرة إن شاء الله، أيضا يوم الأحد، وجبهة ممطرة احتمال دخولها إن شاء الله من ليلة الثلاثاء إن شاء الله إلى ذلك الحين. كان في النماذج السابقة تعطات الاثنين، كانت تعطات مساء الأحد، ولات تعطات دابا في الاثنين، غدا وكديكالا للثلاثاء. إذا كاين ديكالاج غادي وكتأخر بحكم أن المرتفعات تحاول العودة إلى السيطرة على شمال إفريقيا. نتمنوا حنا ما تسيطرش المرتفعات على شمال إفريقيا، يبقاو الاضطرابات على بلادنا، ودعواتكم متابعينا الكرام. إذا هذا الشيء اللي بخصوص الاضطرابات الجوية. نوريكم بسرعة حالة البحر، على ما أظن غيبدأ تحسن حالة البحر بالنسبة لهاد الليلة. الأجواء يعني البحرية نقدر نقول الأمواج ما زالت يعني البحر ما زال هائج في الضفة في الضفة الأطلسية. أما بخصوص الضفة المتوسطية فالبحر إن شاء الله نقدر نقولوا قليل هيجان إلى هائج، يعني هادشي اللي كاين في الضفة المتوسطية. أيضا بالنسبة للجمعة، الجمعة إن شاء الله قدوم أمطار بسبب تواجد اضطرابات عرض المحيط الأطلسي، جابوا لنا الموج العالي إلى الضفة المغربية. إذا البحر غيكون نقدروا نقولوا هائج إلى قوي الهيجان في أقصى تقدير في بعض المناطق. وبالنسبة للضفة المتوسطية غيكون قليل الهيجان إن شاء الله، بحيث أنه ما فايتش نص متر 60 سنتيم. إذا قليل الهيجان هادئ عفوا، يعني فاش كيكون البحر تحت نص متر كنسميوه هادئ. إذا هادشي اللي كيخص الحالة البحرية. نشوفوا واش كاين شي ضبابة بخصوص 48 ساعة القادمة. ضباب نستسمح الضباب، والخريطة ديال الضبابة نتمنى نشوفو. نعم كاين ضباب، نشوفو هاد الليلة هادي. شوية في مراكش، شوية ضبابة في مراكش، طريق ما بين مراكش شيشاوة، أيضا هنا في تاليوين.
بالنسبة لليلة ديال غدا إن شاء الله، ضبابة غالبا كتكون في الصباح الباكر وأثناء الليل. هنا في الغرب سيدي سليمان، سيدي قاسم، جديدة أيضا، أسفي، الصاورة، شوية هنايا أيضا على أمازون تاونات، أكنول عفوا، نواحي تاونات أيضا. أيضا في وجدة يعني في الحدود مع الجزائر. يعني كاين ضبابة أيضا ليلة الجمعة إن شاء الله. الناس اللي كياخدوا الطرقات ياخدوا الاحتياطات ديالهم. نشوفوا خريطة اليقظة بسرعة متابعينا الكرام. بخصوص خريطة اليقظة قلت لكم النموذج المغربي شاف أن احتمال يكون تساقطات معتدلة إلى قوية، رغم أن اليقظة من المستوى الأصفر، يعني ماشي ديك الدرجة. وشفت فعلا لي سورتي ديال النموذج المغربي عاطي تساقطات في هذه المناطق الملونة بالأصفر: كل من أزيل الإفران، جديدة، الحاج، بالخميسات، الدار البيضاء، الرباط، الصخيرات، تمارا، قنيطرة، محمدية، نواصر، برشيد، سليمان، بني ملال، بولمان، خريبكا، خنيفرة، رحامنا، سطات، سالا، سيدي بنور، سيدي سليمان، صفر، فاس، فقيه، بن صالح، قلعة سراغنا، مديونة، مكناس، مولاي يعقوب، ميديلت. إذا الأمطار غتبدا غالبا مورا 6 العشية إن شاء الله حتى 11 الليل. يعني الكميات اللي ممكن تكون قوية احتمال تكون ما بين 6 العشية. مهم على العموم من بعد الزوال إن شاء الله احتمال تساقطات تكون معتدلة إلى قوية. بالنسبة للرياح متواصلة في الضفة، في سلسلة جبال الأطلس الشرقية، يعني الضفة الشرقية لسلسلة جبال الأطلس الكبير، أيضا المتوسط، وأيضا شرق البلاد الرياح قوية مازال متواصلة على هذه المناطق. بالنسبة للطقس البارد مستمر أثناء الليل، خصوصا في المناطق الشرقية، الريف ومرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط. يعني هادشي اللي كاين أخوتي بخصوص الخارطة اليقظة. إلى هنا سالت حلقتنا، نتمنى نكون خفيف ظريف عليكم. ما تنسوش تابوناو معنا في القناة إلا كنت أول ما كتفرج فينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.